عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. سادس حلقه معانا استشارات الطبيه مع دكتوره منصوره. هنكمل كلام عن البشره الجافه او القشور اللي بتبقى موجوده على البشره او جفاف البشره عامه. معانا المره دي علاجات للنقص اللي كان موجود في البشره اللي سبب لجفافها زي الكالسيوم، زي قله الترطيب وهكذا. فهنعرف دلوقتي العلاج مع دكتوره منصوره. ازيك يا دكتور؟ عامله ايه؟ كلميني عن علاج جفاف البشره. احنا اتكلمنا المره اللي فاتت عن الاسباب. انا هاخد من السبب وعالج. قلنا المره اللي فاتت الكالسيوم وقله الترطيب بالظبط. يعني انا لو واحده عندي نقص كالسيوم لازم اخد كالسيوم سبلمنت، وده اللي هيديهولك والدوز او الجرعه اللي هيحددها لك هو الطبيب. تمام. تاني حاجه عندنا موضوع الدهون. الناس قلنا اللي بتخس بسرعه دي طبعا لازم تحافظ على وجود الدهون الغير مشبعه في اكلها. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا ما ينفعش اقطع دهون صحيه، ما ينفعش اقطع دهون اصلا. زي ايه مثلا دهون صحيه؟ زي مثلا يا ستي عندنا الزيوت، طبعا الدهون دي بتكون موجوده في زيت عباد الشمس، فول الصويا، زيت الزيتون، مكسرات، الحاجات دي كلها فيها دهون. طبعا دي زيوت غنيه بالدهون الغير مشبعه. تمام. دي بتحافظ لي على نسبه الكوليسترول، فبالتالي بتحافظ لي على نسبه الفات. انا معنى ان في جفاف يبقى ما فيش فات، ما فيش فلكسبيليتي في البشره، ما فيش دهون. فاهماني؟ ده اهم حاجه. تاني حاجه الاوميجا 3. طب الاوميجا 3 ايه؟ الاوميجا 3 الاوميجا ده حمض موجود في الاسماك الدهنيه الصحيه، زي عندنا السلمون، السردين، الرنجه، كل الحاجات دي. طبعا احنا ممكن ناخد زي تابلتس كده اوميجا 3 او نبدلها بالاسماك. لو حد عاوز ياخدها طبعا، والدوز بتاعته طبعا في الصيدليه، على الصيدلي يكتب لها الدوز او الطبيب المختص يظبط لها الدوز، مش مفتوحه. فاهماني؟ دي اهم حاجه، موضوع اللي هي الدهون او الزيوت اللي هي غير مشبعه. طب حلو قوي. ده كل ده اورال، يعني كل ده بيتاخد. طيب لو الكريمات بقى، الترطيبات، ازاي احط الكريم على وشي علشان اخد افضل نتيجه واعلى ترطيب؟ حلو. احنا اتفقنا المره اللي فاتت ان احنا يكون في ميه موجوده في الخلايا. انا حافظت عليها بوجود الكالسيوم. اوكي. طب انا عاوزه احافظ عليها بوجود الكريمات. بالظبط. لازم اغسل وشي بغسول مناسب، وعلى وش مندي بعد ما بمسح واحط التونر بتاعي. وشي مندي يعني لسه محتفظ بالميه، ما حصلش اي ووتر لوس. ببدا احط الحاجه اللي هي الناتشرال فيلر زي الهايلورونيك والكولاجين. دي حاجات فيلر طبيعيه بتحبس لي الميه جوه الخليه وتحافظ لي عليها. وانا طبعا بريكومند جدا اي حاجه فيها هيالورونيك تحبس لي الميه جوه الخليه، تملالي الفاي لاينز اللي موجوده. طبعا عندنا في حاجات بتشبهها زي اللي موجوده في الكرنولين. المواد اللي موجوده في الكرنولين بتعلي نسبه الترطيب وبتفل برضو الفاي لاينز اللي هي موجوده، وبتحافظ لي على وجود الميه في الخلايا. حلو جدا. طيب هل انا لو حطيت الهيالورونيك اسيد على بشره مش مترطبه كاني ما عملتش حاجه، صح؟ ولا اي نتيجه؟ اول هيلورونيك بيحب يشتغل اصلا في وجود ميه، بيحصل له بيابزورب الميه، بيمتصها، وهو بيشتغل بينفش ويملى المكان او الفاي لاينز واللايرز بتاعت السكين بالميه. انا حطيته كده يبقى ملوش لازمه. شكرا جدا يا دكتور، ودي كانت نهايه الحلقه، واتمنى تكونوا استفدتوا، وكل سنه وانتم طيبين.